بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. تحية من كل قلبي ومباركة طيبة من كل أعماقي إلى ابننا وحبيبنا المهندس باسم حجازي على فوزه في مجلس النواب بمقعد نيابة عن المحافظة والمركز بجهد كبير ووفير وعطاء متميز من أهل المنطقة الذين آزروه والذين أحبوه والذين وقفوا بجواره، خاصة من أهلنا في الخادمية وأهلنا في دقميرة، وهو يستحق هذه المؤازرة وهذه المساندة. نحن نعرف الباشمهندس باسم حجازي منذ فترة زمنية طويلة، نعرف عنه العطاء والأدب والاحترام. عام 2014 ورد لنا أجهزة طبية عندما أنشأنا دار الاستشفاء هنا في القاهرة، وكان خير عون لنا ولأخي الحبيب المرحوم الأستاذ صبري عبد عوض عندما بدأنا في إنشاء المستوصف الطبي الخيري الذي أصبح بعد هذا المجمع الطبي الخيري. المهندس باسم حجازي ورد لنا كل الأجهزة التي يقوم عليها المجمع الطبي الآن، وبعد هذا وقبل هذا لابد أن نفرح له، لأنه زهرة جميلة أيام عصيبة، لأنه يعبر عن حس الشباب وعن حس الوطن. ورغم أنني بعيد عن السياسة ولم أدخل فيها ولن أدخل فيها، ولكن وجب علي بحبي للباشمهندس باسم حجازي والمعرفة الطويلة معه ومع أهلنا وأحبابنا في الخادمية التي فيها أصول أرحامنا وفيها أهلنا وأحبابنا على مدى سنوات عديدة، فوجب علي أن أهنئه وأن أهنئ أهل كل المنطقة، ليس فقط دقميرة والخادمية، ولكنه فخر لنا أن يكون أحد أبنائنا يعبر عن صوتنا في مجلس النواب. إنها قفزة جميلة جاءت متأخرة، تمنينا هذه الخطوة قبل 30 سنة أو 40 سنة، ولا الباشمهندس باسم حجازي أن يكون صوت حق وصوت نبل وصوت شهامة. وإني أحيي أيضا الناس الذين أزروه والذين أحبوه، ولا بد أن نؤازره جميعا ولا بد أن نفرح به. لك أن تفرح أن أحد أبنائنا صار شيئا طيبا وصار شيئا متميزا وصار قريبا منا ونحن منه وهو منا، باسم كل محب للخير، باسم خادمكم الفقير الحقير الذليل أحمد عبد عوض، باسم الجمعيات الخيرية التي أشرف عليها على مستوى الجمهورية كلها، أقدم له ولكم ولكل محبينا في دقميرة والخادمية بصورة خاصة تحية إجلال، تحية حب، تحية إنعام، تحية مخلصة من قلبي المحب لكل أيد خيرة تمتد بفعل الخير. وأكيد أن ابننا وحبيبنا المهندس باسم حجازي هو شيء طيب، هو شيء جميل، هو شيء في متناول أهل المنطقة. لم أعرف عنه الكبر ولا الغرور ولا التعالي، ولكن عهدي به أنه متواضع متواضع متواضع، وأنه كريم الأصل وكريم المنبت، ويجب أن نفرح. نحن في أيام صعبة بصراحة، يعني تمنينا إن حد فينا ينجح، وكلكم ناجحون بالأصوات الجميلة والدعاء الصالح الذي كان عونا له في هذه المعركة الانتخابية الشرسة. حق لي أن أفرح به، وحق لأهل دقميرة أن يفرحوا به، وحق لأهل الخادمية أن يفرحوا به، وحق للجميع أن يؤازروه في المرحلة القادمة حتى ننتظر منه المزيد من الخير والعطاء في بناء الوطن الحبيب في مصر الحبيبة. مصر في حاجة إلى تكاتف الجميع، إلى نفسية واحدة، إلى جسد واحد متنامي مترابط متكامل.
باسمي وباسم الوطن الحبيب أقدم انحناءة حب وانحناءة أمل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود هذه المرحلة الصعبة العصيبة في تاريخ البلاد، وأدعو الله تعالى أن يوفق الجميع إلى ما فيه طاعته وإلى ما فيه رضاه، وأن يتولى أمرنا وأن يسعد خيارنا وأن يتوب على أشرارنا وأن يقبلنا وإياكم مع الصالحين ومع التائبين ومع التوابين ومع الهادين المرضيين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.